السلام عليكم. مباراة الأهلي والزمالك مواليد 2007 كانت بتلعب النهارده في نادي الزمالك. تمام. والمباراة انتهت 1-0 لنادي الزمالك بهدف ابن كابتن أحمد حسام ميدو تقريبا. تمام. لفت نظري في ثلاث أربع لقطات أنا شفتهم، أنا ما تابعتش الماتش. أول لقطة سوء أرضية الملعب بتاع نادي الزمالك، الملعب صعب جدا، الملعب شكله وحش. فمش عارف يعني ده غلط أصلا على الناشئين. الحاجة التانية، احتفال لاعبي الزمالك بعد الهدف، الاحتفال ده ايه يا عم؟ هو انت جبت جون في كاس عالم؟ لا عادي يعني، كبر دماغك. انت مباراه بثلاث نقط وهدف عادي يعني، حتى الهدف كمان يعني مش ملعوب. ده اخطاء دفاعيه ساذجه من دفاع فرقه الاهلي. تمام. اللقطه الثالثه اللي انا برضو مش عجباني، اعتراض ده بتاع لعيبه الاهلي، لعيبه مواليد 2007. المفروض احنا بنعلمهم الانضباط داخل وخارج الملعب، بنعلمهم اساسيات الكوره، بنظبطهم عشان يطلعوا الفريق الاول متاسسين وحاجه كويسه. يكون ده